السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعي وأعضاء جروب أهل أولاد نجم. أهلا وسهلا بكم. هنتكلم في حلقة جديدة من برنامج سر الأرض عن أفضل طريقة لزراعة القمح. طريقة بتوفر علي الري وكمية التقاوي وتوفر علي الأسمدة وبتديني أعلى إنتاج في الأراضي الطينية، أو تديني أعلى إنتاج في وضعنا احنا كل الناس عارفة ان احنا عندنا مشكلة في الري بعد تبطين الترع. بعد ما خلصنا حوار تبطين الترع ده، طبعا كل الاحواض بتاعة الري اللي على اللي على قنوات الري كلها اتشالت. فطبعا دلوقتي عملية الري بقت اصعب ما يكون، عذاب لأي فلاح في اي مكان في اولاد نجم عايز يروي بعد تبطين الترع، يشرب ويطلع عينه يعني. طيب ايه الطريقة دي طريقة الزراعة على مصاطب. المصاطب دي عبارة عن كأني انا بخطط، كأني هزرع قصب او هزرع ذرة شامية، بس بشيل السلاحل في النص. هيبقى سلاحين، السلاحل على اليمين والسلاحل على اليسار، وتبقى المصطبة عرضها 1.20 متر او 1.40 متر. 1.20 او 1.40 متر. هزرع عليها بالبلانتر او بشك بالطرية الصغيرة او القدوم. بشك وبغز كأني بغز شامي او بغز بالبلانتر. البلانتر طبعا احسن وافضل واسرع. اي حد مع بلانتر طبعا في كل مكان موجود، كل قرية فيها واحد واثنين. بتجيب الراجل صاحب البلانتر وتقول له انا عايز ازرع بيوفر معاك في التقاوي. فالدان في العادي بياخد شكرتين، يعني بياخد 60 كيلو. لا، في البلانتر بياخد حوالي 45، يعني في توفير حوالي 15 كيلو في التقاوي. في الري الغيط اللي بياخد 4 و5 ساعات هياخد ساعتين، لان انت بتروي بس الخطوط اللي حوالين المصاطب، وبقية المصطبة بتشرب بالنشع. مجرد ما بتخلص المصطبة بتضرب، وده افضل طريقة لري القمح، انه يشرب بالنشع. معدل تفريع افضل، سهولة في الري، توفير في مكافحة الحشائش بتكون اسهل. حتى لو القمح كبر، حتى لو اي في حشائش بتظهر في العمر الكبير زي الزمير، بتظهر بعد طرد السنابل. فالناس ما بتعرفش تجيبها ازاي، خاصة لما يكون القمح قفل في بعضه. يا تعدي عشان تشيل حشيشة، انت هتدعك باقي القمح. بس في الزراعة على مصاطب بتبقى انت سهل ان انت تعدي وتشتال الحشيشة اللي موجودة او اللي ظهرت متأخر دي. كده سهولة في الحشائش وسهولة في الري، توفير في معدل التقاوي، توفير في التسميد، أعلى إنتاج. الفدان في الزراعة المصاطب بيوصل حوالي 25 أردب، يعني القراط بتاعك داخل في أردب وشوية. والناس اللي ما تعرفش، الأردب الحكومي 150 كيلو، يعني لو شكاير ال50 كيلو ده القراط بالواحد ممكن يوصل ل3 شكاير. يعني انت لو زارع لك ربع فدان، 3 في 6 ب18 شكارة. انت مش عايز حاجة تاني، تفضل تاكل فيهم السنة كلها. محصول القمح السنة اللي جاية ده هيبقى الحسان الاسود بتاع المحاصيل. طبعا هو يعني مفيش بيت في مصر ما بيستخدمش القمح، وخاصة في وجه الصعيد. يبقى انا لازم ازرع قمح. مش محتاج هزرع قمح، هزرع على الاقل حاجة للبيت، عشان ما احتاجش وما اخشش في ازمة دقيق واقول الشكارة بقت بكذا والدنيا بقت بكذا والتموين اتأخر والتموين اتشال. ابقى انا عامل حسابي وعندي المخزون بتاعي. حتى لو مش هبيع الغلة دي عشان اخد فلوس، انا بكفي نفسي، يكون عندي اكتفاء ذاتي، وبسيب الدقيق التاني اللي بره للناس اللي ما عندهاش ارض، ولا اللي عندها قمح ولا تقدر تزرع. اعمل اكتفاء ذاتي لنفسي، واخفف الحمل شوية، واسيب الناس التانية تقدر تشتري وتقدر تتعامل. ميبقاش انا عندي ارض وما زرعتهاش بقمح، واروح اشارك للي ما معهوش ارض عشان اشتري دقيق وزايد عليه واخد الشكارة اغلى منه. اي استفسار او اي مشكلة او اي حاجة في اي محصول، سواء قصب او قمح او برسيم او اي شيء، اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.